اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده معانا شويه اخبار عن نادي الاهلي باذن الله، يا رب تعجبكم، وباذن الله الاخبار دي من قلب نادي الاهلي. بس قبل ما اقول لكم اشترك في القناه لو مش مشترك، وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. واول خبر معانا تفاصيل مفاوضات الاهلي لتحديد خليفه مارسيل كولر. طبعا في كلام اللي الاهلي بيتفاوض مع مدربين، الكلام ده غير صحيح. طبعا الاهلي ما تفاوضش، هو فتح كلام مع مدربين بس ما تفاوضش، علشان طبعا ما يعملش لبلبه ويأثر على اللاعبين في مباراه مهمه اللي هي مباراه صن داونز الذهاب والعوده. طبعا فتح كلام بس تحسبا لخروج الاهلي من دوري ابطال، فتح كلام بس من تحت لتحت من غير ما حد يعرف، ما تفاوضش مع مدربين، فتح مع 2 مدربين فقط، هو جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح السعودي الحالي. وطبعا كان رد جوزيه جوميز على النادي الاهلي ان الفتح السعودي تم تفعيل عقده تم تفعيل عقده مع الفتح لسنه اضافيه، وتعامل شرط جزائي ب1,200,000 دولار. فقال للاهلي لو عايزاني هتدفعوا ال1,200,000 دولار، وده طبعا صعب الاهلي يدفع حاجه زي دي. المدرب الثاني هو البرتغالي لويس كاسترو. الراجل الاهلي فتح كلام معاه، الراجل قال لهم اللي انا عايز ادرب في اوروبا. هم دول بس اللي الاهلي فتح كلام ما تفاوضش معاهم، عشان حد يقول لك تفاوض، ما تفاوضش مع حد. الاهلي بس فتح كلام بس تحسبا طبعا لخروج الاهلي من دوري ابطال افريقيا. اما الخبر الثاني حقيقه الصفقه العالميه قبل المونديال للانديه. طبعا كل السوشيال ميديا عماله تتكلم على رونالدو، الاهلي انكر اللي هو ما اتكلمش ولا فتح اصلا في موضوع رونالدو بتاتا يا جماعه. اللي رونالدو مش جاي الاهلي ولا في اي كلام ولا اشاعه، كلها دي اشاعات. هو الاهلي اتكلم فعلا مع لعيبه كبار ومحترفين في اوروبا، اول واحد منهم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي والزمالك السابق، بس اللاعب بيتهرب منهم عشان ربما يجي له عرض في نهايه الموسم من فريق كبير في اوروبا. بس الاهلي مستمر حتى الان في المفاوضات قبل المونديال الانديه. اللاعب الثاني اللي الاهلي اتكلم معاه محمد عبد المنعم، بس محمد عبد المنعم متمسك بنادي نيس الفرنسي وعايز يكمل في اوروبا. وبرضه الاهلي مستمر في محاولة لضم اللاعب قبل المونديال. الاهلي فيه 3 لعيبه محليين الاهلي بيتفاوض معاهم، هم ظهير ايسر تحسبا طبعا الاهلي اعلن برحيل علي معلول بنهايه الموسم وبعدم تفعيل عقد عطيه الله، فضم ظهير ايسر. فهو شايف 3 لعيبه، هم منهم واحد منهم محمد حمدي لاعب انبي والمعار لنادي الزمالك. طبعا سمعنا الايام اللي فاتت دي اللي رئيس نادي الانبي طلب من الزمالك اللي هو هياخد اللاعب في نهايه الموسم، عشان الاهلي بيتفاوض معاه، بيتفاوض مع النادي مش مع اللاعب، مع النادي. وفي لاعب تاني اسمه يحيى زكريا لاعب المحله، وتوفيق محمد لاعب بتروجيت. اللعيبه دي كلها ظهير ايسر، فالاهلي بيفكر فيهم طبعا برحيل علي معلول وعدم تفعيل عقد عطيه الله. بالنسبه برضه خبر رحيل وسام ابو علي، في طبعا في عرض جه لوسام ابو علي، عرض سعودي، بس الاهلي طبعا قالت ما فيش اي كلام او اي كلام في عروض ولا اي حاجه الا بعد مونديال الانديه. فطبعا قال لك وكمان هيبقى متوقف على التعاقد مع مصطفى محمد، يعني لو ما تعاقدش مع مصطفى محمد وسام ابو علي مش هيمشي. وخبر تاني عقد زيزو، قال لك عقد زيزو 4 سنين، لا عقد زيزو 5 سنين يا جماعه، بس السنه الاخيره برضا الطرفين. يعني الاهلي خلص مع زيزو على 5 سنين، 4 سنين رسمي، والسنه الاخيره اللي هي ال5 برضا الطرفين. اما بالنسبه لخبر محمد شريف اللي هو هيرجع الاهلي يا جماعه ما بيفكرش في محمد شريف. الاهلي زعلان طبعا محمد شريف بسبب اللي هو جه في اخر سنه ما رضيش يجدد، فالاهلي حس اللي هو عايز يلوي دراعها، فعشان يلوي دراع النادي الاهلي فالاهلي مش راضي ولا بيفكر في محمد شريف. الاهلي يا جماعه جدد عقد مصطفى مخلوف عدله لحد عقده لغايه 2029 الاهلي يا جماعه. اما بالنسبه لياسر ابراهيم وحمزه علاء فلسه في كلام، ياسر ابراهيم عايز عقده يبقى كبير شويه، اما بالنسبه لحمزه علاء فهو ما بيتكلمش راجل في فلوس ولا اي حاجه، بيتكلم على اللعب، عايز يلعب طبعا. طب هيلعب في وجود محمد الشناوي ومصطفى شوبير، فيبقى صعب شويه، فالراجل عايز يروح يحترف، والاغلبيه عايز يحترف في فرنسا، عشان بيقول لك
اهله هناك قاعدين في فرنسا، فعايز يحترف في نادي في فرنسا. كل دي اخبار نادي الاهلي، لو عجبتك اشترك في القناه وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.